راحت هي وفرقتها علشان تحيي فرح لناس أغنياء جدا، وعلى كلامهم إنهم كانوا بيحبوها لدرجة ما تتوصفش، لدرجة إنهم كانوا هيلغوا الفرح بس عشان هي مش راضية تروح. لكن لما راحت هي وفرقتها شافوا عاشوا اللي ما فيش عقل بشري يقدر يستوعبه. ايه حكاية نورة الطقاقة وايه اللي حصل لها في البيت ده وشافت ايه؟ ده اللي هنعرفه النهارده. في أوائل التسعينات ظهرت مطربة شعبية خليجية من الكويت اسمها نورة، أو زي ما كانوا بيقولوا لها الطقاقة نورة. نورة كانت زي الناس اللي بيغنوا عندنا في الأفراح، كانت بتتميز بصوتها القوي جدا والجو المفرح اللي بتعمله في حفلاتها. ده غير إنها هي اللي كانت بتألف أغانيها، وأوقات كتير كمان كانت بتلحنها. ونظرا لأن الوقت ده ما كانش فيه دي جي أو أي حاجة تحيي الفرح، فكل الناس كانت بتعتمد على الفرق الموسيقية اللي زي كده، واللي غالبا كانت بتبقى فرقة نورة الطقاقة. نورة الطقاقة فرقتها سافروا بلاد خليجية كتير جدا، وأحيوا أفراح أمراء وملوك وناس عادية، وكان الوطن العربي كله يعرف مين نورة الطقاقة. لحد ما في يوم نورة وفرقتها اعتزلوا الغنى تماما ولغوا كل جدولهم وأفراحهم الجاية واختفوا، ما بقاش في حد يعرف عنهم أي حاجة. يمكن دلوقتي كلهم ماتوا، لكن سابوا وراهم قصة مريبة جدا، قصة ما زالت متصدرة المركز الأول في الحكايات الشعبية في الكويت. في يوم واحدة ست رنت على نورة وقالت لها إحنا عايزينك في فرح بنتي، ونفسي إنك تيجي، وكلنا هنا بنحبك وأنت اللي هتفرحينا، ويا ريت تشرفينا و نورة اللي ما كانتش بتطلع غير بجدول اعمال ثابت ومتحدد صعبت عليها الست جدا. قالت لها خلاص ابشري، جايالك انا والفرقه، فرحكم امتى؟ قالت لها الفرح النهارده الساعه 10 بالليل. نورة بسرعه كلمت فرقتها وقالت لهم عندنا طلعه الليله لازم نروحها، وبالفعل اتحركوا وراحوا على العنوان اللي اخدوه من الست. واول ما وصلوا لقوا بيت كبير جدا في حي الصباحيه في الكويت، مليان انوار وزينه طبخ واطفال في كل مكان، فرح متكلف بمعنى اصح. البيت كان زحمه جدا لدرجه انهم بس ما كانوش عارفين يتحركوا في وسط الناس عشان يدخلوا البيت. وبعد ما وصلوا جوه بصعوبه جدا دخلتهم ام العروسه في اوضه مخصصه لاستقبالهم، غيروا فيها لبسهم، وجم بنات العيله يسلموا عليهم. وفي الوقت اللي كانوا بيستعدوا فيه للخروج واحده من بنات الفرقه قالت لنورة انت مش ملاحظه حاجه؟ نورة في الوقت ده كان قلبها مقبول جدا وملاحظه فعلا، لكن كانت مكدبه نفسها ومش عايزه حد ياكد لها الاحساس ده. فقالت البنت كل حزم لا انا مش ملاحظه ويلا نطلع. قلت لها استني بس، ليه البنات اللي سلموا علينا ملمس ايديهم خشن جدا ونفس النظام ملمس وشهم؟ ليه كلهم تقال على قلبي جدا؟ مجرد ما بيقربوا مني بس بحس اني مخنوقه. نورة فتحت الباب وقالت لها يلا ما فيش حاجه من اللي انت بتقوليها دي موجوده، ويلا بينا نطلع. طلعت نورة فعلا وفرقتها وبداوا انهم يفرشوا عدتهم، وبدات السهره والاغاني. اول ما الساعه عدت 12 بدا الحماس بتاع المعازيم يزيد بشكل غريب جدا، بداوا يغنوا معاهم باصوات عاليه وتسقيف عالي جدا، لدرجه ان الفرقه كانوا بداوا انهم ينزعجوا، وبمعنى صح يخافوا من الحماس ده وعلو صوت المعازيم. كان في شيء مش طبيعي، بداوا البنات انهم يرقصوا والمعازيم نسيوا نفسهم، كانوا كل اللي عليهم انهم عمالين يرقصوا ويغنوا وبس. في اللحظه اللي كانوا بيرفعوا فيها فساتينهم الفرقه شافت حاجه غريبه جدا، شافوا رجول حيوانات شبه بشر، كل واحده منهم بدات تبص في عين الثانيه. كل واحده من الفرقه بدات انها تبص وتركز على رجل كل بنت بترقص، وبصوا لبعض وقالوا دي رجول حيوانات مش رجول بشر. بنات الفرقه فضلوا انهم يبصوا لبعض وبدات اصواتهم ما ترتعش ووقفوا تسقيف نهائي. نورة كمان اللي شافت الكلام ده برضو زيهم بالظبط بصت لفرقتها وتواصلت معاهم بعينها علشان يكملوا غنى، وحذرتهم انهم ما يوقفوش، بس ما حدش فيهم كان قادر يغني. كانوا بيقولوا الكلمات كده وخلاص، كله كان بيفكر احنا في وسط ايه بالظبط ومين دول. ومره واحده بنت منهم وقعت مغمى عليها، اخدتها نورة في الاوضه وفضلت تهديها. البنت كانت مصابه بحاله هستيريه وفضلت تقول لها احنا لازم نطلع من هنا، دول مش بشر، احنا موجودين مع جن وبنغني له. نورة اللي كانت فاهمه في الموضوع ده كويس جدا قالت لها ما ينفعش توقفي وتمشي مع نفسك، مش هنقدر نمشي غير لما نخلص واللي هيأذونا. قالت لهم خلاص مش فاضل كتير على الفجر، ولو عايزه تطلعي سليمه من هنا قومي واقعدي جنبي وما ترقصيش ولا تغني، المهم انك تواجهي الموقف وتبقي موجوده لحد اذان الفجر. وطلعوا فعلا وكملوا غناهم وهم مش قادرين يبصوا في عين اي حد فيهم. كل اللي قادرين انهم يعملوه هو انهم بيحسبوا الوقت بالدقيقه وامتى تكون نهايه الليله دي. واما المعازيم اللي كانوا اصلا من الجن فكانوا مشغولين بالرقص والغنى والاكل بس، مش مركزين مع حاجه تانية. فضلوا كده لحد اذان الفجر بالظبط، واول ما الاذان اذن النور قطع وكل الاصوات سكتت، لكنك طفيت التلفزيون بعد لما كنت مشغله على الاخر الساعه 3 بالليل مثلا. كل حاجه سكتت مره واحده لغايه دقيقتين او 3. الفرقه استوعبت اللي حصل وقطع سكون الليل صريخ الفرقه واصواتها، وطلعوا يجروا ناحيه الباب وسابوا كل حاجه وراهم. فضلوا يجروا لحد ما طلعوا من الباب، ولما وقفوا على الشارع جالهم راجل عجوز. نورة والبنات اللي كانوا معاها كانوا خايفين منه جدا، على اساس انه وارد جدا انه يكون منهم من الناس اللي شافوهم في البيت. وجالهم قال لهم انتوا مين وايه اللي جابكم هنا
هنا وبتعملوا ايه في الوقت ده؟ وفي وسط اسئلته اللي ما كانتش بتخلص اتعرف على نورة اللي قالت له انهم جم يحيوا فرح في البيت ده، بس شافوا في حاجات غريبه جدا خلتهم يهربوا. الراجل رد قال لهم بيت ايه؟ البيت فاضي بقاله اكتر من 10 سنين، مستحيل حد يعمل فيه فرح. واحده منهم قالت له لا، البيت كان فيه فرح. حتى بص، قبل ما تكمل كلمتها لقيت بيت مهجور بالكامل، كله ضلمه ورعب، وكأن الزمن انتقل بيهم مكان تاني غير اللي شافوه من كام ساعه. البنات مسكوا في بعض وكل واحده استخبت في التانيه بعد ما كلهم بصوا على البيت وما كانوش مصدقين اي حاجه من اللي عينيهم شايفاهم. بعدين اتجمعوا مجموعه من رجال الحي اللي كانوا فيه، اكدوا للفرقه ان طول عمرهم بيسمعوا اصوات غريبه بتخرج من البيت وكلهم عارفين انه مسكون. لكن السؤال الغريب كان هم ازاي كلموكم؟ ازاي كلكم شفتوهم؟ لو واحده بس اللي شافت كنا ممكن تقول انها بتتخيل، لكن انتوا 7. وبعد ما البنات هديوا رجعوا عربيتهم ومشوا، كل واحده فيهم بصت على البيت بصه اخيره وبتسال نفسها ايه اللي حصل بالظبط وايه اللي احنا شفناه هناك. ومن وقتها الطاقه نور وفرقتها اختفوا وقرروا انهم لا هيغنوا ولا هيروحوا افراح تانية، حفاظا على نفسهم انهم ما يتعرضوش لموقف زي ده تاني، واختفوا واحده ورا التانية. ودي قصه الطاقه نوره اللي كانت معزومه، او بمعنى اصح راحت احيت فرح من الجن. نوره نفسها ما حكتش القصه بشكل رسمي، القصه دي بناء على كلام البنات اللي كانوا معاها. وكده اكون حكيت لك قصه الطاقه نوره. الله اعلم القصه حقيقيه ولا لا، لكن هي فعلا منتشره جدا في الكويت بشكل كبير وناس كتير جدا بتصدقها. عايزك تسيب لي رايك في الكومنتات، وما تنساش تقول لي لو في حاجه حابب ان اتكلم عنها الفتره الجايه. ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان. كان معاك ميت.